السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله عندنا وصفة صحية جديدة. هاد المرة غادي نديرها إن شاء الله بالبطاطا الحلوة. هاد البطاطا اللي حنا ما كنتناولوهاش بزاف، ما عندناش بزاف الوصفات عليها، بينما هي عندها بزاف ديال الفوائد. دابا إن شاء الله غادي نشوفوا واحد اقتراح جديد اللي غادي يخلينا اننا نبداو نتناولوها بمذاق جديد ان شاء الله. ها هي البطاطا الحلوه ديالنا، قشرناها قطعناها مربعات صغار، درنا فيها التوابل اللي هي شويه الملحه، كمون حبوب، المطارد. هي في الاصل خصنا نديرو مطارد حبوب، ولكن ما كانش عندي، درت لا مطارد بحال هكذا. شويه ديال الكاري وشويه ديال الفلفله السودانيه خضراء وشويه ديال القزبور. دابا غادي نخلطوا زويته بلديه، غنخلطوا هادشي كله وغادي نزيدوا عليه الثومه ونشعلوا عليه ان شاء الله. غادي نزيدوا فص ديال الثومه ونحركوا هاد التوابل كلها مع بعضياتها. درناه في الطاجين، طبعا طاجين مغربي ديالنا باش يكون اكل صحي. غادي نزيدوا الماء دابا، ونغطيو على الطاجين ديالنا. ها هو من زدنا الماء الكافي غادي نغطيو عليه ونخليوه يطيب، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي يجي. ها هي البطاطا ديالنا بدات كطيب، بطاطا حلوه طبعا. بغيت غير نعطي واحد الفائده، هي ان هذه الوصفه هي جيده جدا للرياضيين، الناس اللي كيعملوا الرياضه كيحتاجوا للطاقه بعد. الطاجين ديالنا هو هذا، ها هو واجد دابا. نتمنى انكم تجربوه، كيجي ناشف ما فيهش الماء، معسل وصحي بزاف، ويصلح لفصل الخريف، لان فصل الخريف كيطلب طاقه، هو فصل الشتاء باش نواجهوا البرد اللي كيكون، وكيبقى وجبه صحيه. ونتمنى انكم تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك.